يو بقى تقعدوا تتكلموا كل شوية على التاريخ والحضارة المصرية، وايه فايدة الكلام ده؟ طب ما احنا نعيش في الحاضر احسن، طب ما احنا ناخد بالنا من شغلنا ومن حياتنا احسن. انا معاك في طريقة التفكير العملية دي، انا معاك فيها. ليه؟ لان انا الى حد ما كنت بفكر كده زمان، ولكن عمري ما استهترت بحضارتي. يعني انا كنت عارفة وبعترف ان انا ماليش ميول ان انا اقرا فيها، مش مهتمة ان انا اقرا فيها، بس ما كنتش متضايقة ان في ناس بتتكلم عنها وبتحاول ان هي توضح وتشرحها. مش متضايقة، خلاص قلت دي مش من ضمن اهتماماتي دلوقتي. ولكن في الحقيقة مع الوقت، مع تجارب الحياة، ومع انفتاحي اكتر على المفاهيم الواسعة للامور، اكتشفت ان دي حاجة اساسية ان انا اكون فاهمة عن اصلي وجذوري. طيب لما اشرح لك كده بشكل مختصر ايه اهمية ده، انا بس اكتر حاجة بتزعلني في التعليقات بشوفها عندي في قنوات ناس تانية غيري، المفروض ان احنا يعني دول الشرق، المفروض ان احنا يعني قلبنا على قلب بعض وكده، بدخل الاقيهم بيتخانقوا في التعليقات وبيشتموا بعض. ده يقول له يا عم حضارة ايه ويتريق عليه، وده يقول له يا عم انتوا بدو ومش عارفه ايه. ليه كده؟ طب ما انا مصريه، فانا بدور في حضارتي. انا لو انا كنت من المملكه العربيه السعوديه كنت دورت في حضارتي، انا لو من العراق كنت دورت في حضارتي وكنت طلعت كلمتكم عنها. فكل واحد يشوف اصله ايه وجذوره ايه ويطلع يكلم الناس ويعرفهم عنها، بدل ما تقعد تتريق على غيرك وتنسب اللي عند غيرك لنفسك. إيه، ابحث في تاريخك انت وفي اصلك وهتلاقي صدقني حاجات كتير جميله. مش محتاج ان انت تقلل من حد او ترفع نفسك فوق حد عشان تبقى انت شخص كويس. اعرف قيمة اللي عندك الاول واعرف الناس بيها، بس كده. طيب ايه اهمية اصلا ان احنا نتكلم عن الحضارة المصرية القديمة، وان انت تعرف الاصول بتاعتها، تعرف الاحداث حصلت فين ازاي، إيه، تعرف الميثولوجيا العقيدة بتاعت المصري القديم تفهمها، تعرف كان بيفكر ازاي. ليه ده مهم؟ مهم لان العالم اللي احنا بقينا فيه دلوقتي اصبح ده مسألة امن وطني. ايه يا نهى انت بتبالغي؟ لا مش ببالغ، فعلا بقت مسألة امن وطني. امال الاخوة الاعداء ازاي واصلين للمرحلة دي، غير ان هو من زمان قوي نسب تاريخ الارض دي لنفسه. ما هي دي اول خطوة. لما انت تبقى جاهل بحضارتك، سهل قوي ان واحد يجي يقنعك ان هي حضارة اي كلام، وانت خلاص تسيبها له فياخدها هو وينسبها لنفسه، وبعدين يجي يقول لك الحمد لله على السلامة، اطلع بره بقى ويشوطك بالشلوت ويقعد مكانك. وما انت فاكر ايه؟ ما دي ايه طرق الحرب الجديدة. خليك واعي ومفتح عينيك، حاول تعرف من مصادر كده محترمة، تسمع، تدي نفسك فرصة ان انت تفهم، وتقفل بقى خالص عن التعالي والتريقة على اي حد من جيرانك في الدول الشقيقة.